كما عودتكم أم رحمة تجيب لكم وصفات اقتصادية، وصفات صادقة وناجحة. اليوم جبت لكم بريوش اقتصادي بدون بيض بدون معجون. إن شاء الله تكونوا البنات راكم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقادير بسيطة جدا جدا، تبعوا فقط الطريقة وراح تنجحوا فيه بربي إن شاء الله. أول حاجة نديروا كاس حليب دافي مع ربع كاس ماء دافي، ما يكونوش سخونين بزاف. ربع كاس تاع الزيت، نصف كاس تاع السكر، ملعقه كبيره خميره فوريه، ونصف كاس صغير تاع الفنجان ماء زهر. واللي تحب ما ديرش ماء زهر دير قشور الليمون او البرتقال او لافاني. المهم الاحسن يعني البريوش تجي فيه ريحه ماء الزهر، ولكم الاختيار. نخلطوا المقادير اخواتي هكذا مليح 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 مليح، ومن بعد نغطيوه ونخليوه يختمر مع الحال سخون، راهو ما يطولش في الاختمار تاعو. هذه الوصفة يعني جربتها راهي ناجحة 100%. هنايا غطيته وحطيته على جنب. انا هنا درت كريمة اقتصادية، اللي تحب دير تحب ما ديرش ما ديرش، لكم الاختيار في الحشو، تحبوا تحشيو تحبوا ما تحشيوش. المهم هنا كاس حليب بارد مع ملعقة ونصف تاع السكر، الكاس اللي يعني درت به المقادير الاولى. ملعقه تاع النشاء الذره مايزينا، ملعقه ونصف كذلك. نحطوه فوق النار، كذلك نضيف له مبشور الليمون، وانتوما اي عطر ولا لافاني ولا كيما تحبوا تحطوه فوق النار، تخليوه يغلي حتى يتقال بهذه الطريقه، ما يكونش ثقيل بزاف بزاف. تغطيوه وتخليوه في الثلاجة، يعني تغطيوه بكيس بلاستيكي وتخليوه في الثلاجة. ومن بعد نوليو للخليط تاعنا تاع البريوش. هنايا من بعد ما اختمر الخليط ضفت الكاس الاول، من الاحسن تنخلوه يعني تصيروه دقيق كما نقولوا الفارينه. ملعقه كبيره ملعقه صغيره ملح معمرة الملح. يعني صدقوني الفيديو هذا راني عاودته 10 مرات، مرات يتسجل مرات ما يحبش يتسجل. درت الكاس الثاني، ضفت الكاس الثاني ونبدا نخلط بيدي، يعني خلطه فقط ما يتعجن ما والو، بصح النتيجه مذهله وما ميبات البنات للصباح يقعد خفيف ماشي معجن. زدت ضفت الثالث. هنا التصوير راهي بنتي تصور لي الحامل تاعي تكسر لي هكذا كيما راكم تشوفوا. نزيدو نضيفو الكاس الرابع، يعني تخلطوا هكا وتشوفوا العجينه ما تكونش متلاصقه وما تكونش يابسه، ما تكونش متلاصقه بزاف ما تكونش يابسه. زدت ضفت لهنا الكاس الخامس، جاوني 5 كيسان تاع الفارينه، وانتوما على حسب الفارينه تاعكم تشرب ولا ما تشربش. المهم القوام راكم تشوفوا فيه، ما يكونش يابس بزاف وما يكونش مطلوق بزاف. نحطوه على طاوله العمل ونلموه فقط، يعني بدون عجن، يعني نلمو باك العجينه تاعنا. والمبتدئات لا خافوا تلصق لهم يحطوا شويه برك فارينه ويلموا، انا ما حطيتش، هاي تتلم بسهوله هنا يعني بيد فريده. ونردو العجينه تاعنا تختمر كذلك مدة 10 دقائق، يعني من الأحسن تخليوها 10 دقائق ولا ربع ساعة لقد ما تختمر تجيكم خفيفة. هنا من بعد ما اختمرت نحطوها على طاولة العمل، وننصحكم هذه الطريقة ما كما نقولوا ما تهبطوش الخمور تاعها، مع تحطوها قطعوها، هي تجي 6 قطع يجيو شوي كبار، واللي تحب تصغرهم، لكن انا للامانه انا اني ضعفت الكميه اللي عطيتكم، هاي كميه تجيكم 6 قرصات، انا هنا جات عندي 12 قرصه، وكل وحده وتحب الحجم تاعها. تقصهم هكا
ميم كي تلموا الكويرات اخواتي لموهم بخفه، يعني ما تضغطوش عليهم. هذا هو سر البريوش هذا. الخطوات هذه هو اللي يخليكم البريوش تاعكم يجيكم خفيف. هكذا راني بشويه المبتدئات باش يتعلموا. الفيديو راهو جا طويل، جا فيه 15 دقيقه، لكن انا نقصت فيه شويه باش ما تملوش. من بعد نخليوهم يختمروا ونبدا نخدم فيهم. بعد ما اختمروا ندير ثقبه، يعني نقبوه هكا في النصف ونحلوه كيما الفطاير، كيما السفنج او الكعك التركي هكذا. ونضغطوا عليه بشوي فقط، يعني كي تطرحوه اضغطوه بشويه. البنات المراحل هادو راهم ضروريين باش ديروهم باش ينجح لكم. نزيد لكم وحده تشوفوا مليح، وقدمت لكم الصوره هكذا. حلوه مليح مليح، من بعد كي يختمر راهو يتغلق شويه، نزيدو نطرحوه بشويه هكذا ونحطوه. ندهنوا البلاطو تاعنا ونحطوه في البلاطو. نزيد لكم اخواتي هنايا الدهن، يعني الدهنوه بدون بيض ويجي كانه بالبيض. تحطوا ملعقتين حليب مع قهوه براس، يعني كما نقولوا حنايا طايبه نورمال، ويجيكم احمر كانه بالبيض. صدقوني راكم راحم يعني تندهشوا في النتيجه تاع الاحمرار تاعو كي طيب. ادهنوه يكون مختمر او ماشي مختمر، يعني من الاحسن مع ديروه ادهنوه طول. هنا التزيين ديروا ججانيه ولا كاوكاو ولا الشيء اللي عندكم، المهم الشيء اللي عندكم، ولا ما عندكمش خلاص ما ديروش. تكونوا سخنتوا الفرن تاعكم على 180 درجه، تحطوا على الرف الوسطاني. كي طيب من تحت تحمروه من فوق. يعني هنايا راهو بعدا وطالع. نوليو الكريمه تاعنا اخواتي بعد ما حطيناها في الثلاجه. اللي تحب ديرها بلا كريم شانتي زيد السكر. ملي حطينا ملعقه ونص ديروا 3، واللي بالكريم شانتي ما ديرش. انا درت 3 ملاعق كريم شانتي، يعني وخلطت هاد الكريمه بيسك عندي في الدار خدمت بها. لكن بصح نتوما لكن ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها اطلاقا، يعني مش ضروري ديروا بها. وزيد نقول لكم اخواتي تقدروا ما تحشيوش، واللي الشيء اللي عندكم في الدار، لا عندكم حاجه في الدار وحبيتوا تحشيوه اجبدوه، تخليوه هكاك راهو ثاني يجي روعه. هنا راني خلطتها، جات شويه في الاول يابسه، زدت شويه حليب هكذا. شوفوا جات كريميه الله الله عليها. من بعد ما طاب البريوش تاعنا شوفوا الله الله ما شاء الله حميمر يسخف كانه يعني مدهون بالبيض. هنايا راني درت له لمسه بالعسل فقط باش يجي يبري. ثم اي حاجه عندكم معجون ولا عسل ولا اي حاجه اللي تخليه ديروا اللمعان هذاك ديروه هكذا، حاجه قليله ندهنوه كامل. كذلك انايا نصف راني درت 6 درتهم محشيين و6 ما حبيتش نحشيهم. هنا نقسم معاكم البريوش تاعنا اخواتي. شوفوا ما شاء الله هشاشه وطراوه، يعني ما تصوروش. راكم متاكده بلي تخدموه راح يعجبكم. تعجبكم النتيجه اللي يخرج. المهم تتبعوا الخطوات. هنايا الباشا تاعي راهي تقطعت لي، درت فقط بالطابع تاع المحقن اللي نديرو به المحقن، وتحبوا بالملعقه فقط يعني شارجي وبرك. المهم لكم الاختيار. انا نحب ديما نجرب الوصفات قبل ما نديره نحطه في الواحد ونقول لكم جات مليحه وما جاتش مليحه. ما نكذبش عليكم، كي تصدق معايا راني
نحطها لكم في قناتي. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. يعني منظر ومام طعم ثاني ما عندي ما نقول لكم. جربوها اخواتي، وما تنسوش تعليقاتكم اللي جا متاعكم اللي يشجعوا رحمة تواصل معكم في القناة، ويعني ما تجيب لكم غير الاقتصادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.